السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالنا. الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي يكون عبارة على طبيلة ديال الفطور كيف العادة. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك والاشتراك ديالكم. الا كنتوا اول مرة غادي تشوفوا القناة فغادي نقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وبالنسبه للفيديو راه مسرع، فغادي نهضر بالزربه شي شويه باش هكا نلحق نقول لكم داكشي اللي خاصو يعني اللي بغيتكم تعرفوا. وهذا ما كان، فقبلوا على الفيديو ديالي ونتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وبلا ما نطول عليكم غادي ندوزو باش نوجدوا التحضيرات ديال المائده ديالنا. اكيد ما غاديش نشوفوا كلشي حيت كاينين شي حويجات اللي سبق ليا وتقاسمتهم معكم من قبل. هنا غادي بغيت نتقاسم معكم واحد الحشوه اللي كنعمر بها المسمن، كتجي رائعه ولذيذه بزاف بزاف، يعني مختلفه على الحشوات اللي سبق لينا، يعني اللي متعودين اننا كنوجدوهم وكنعمروا بهم المسمن ديالنا. عندي البصله الخضراء اللي كنكون شحرتها مع شويه ديال الملح اللي بزار وشويه ديال زويته بلديه حتى كتنزل مزيان. غنضيف ليها نخليها حتى تبرد تماما، وغنضيف عليها علبه ديال الثوم وجوج ديال المعالق كبار ديال الجبن اللي كيعطيو واحد اللذه زوينه بزاف. نقدروا نضيفوا ليها الفرماج حمار، يعني اي حاجه ديال بالنسبه للفرماج يعني نقدروا نضيفوهم، اي نوع ديال الاجبان. صافي هنا عندي العجينه ديال المسمن، اللي اكيد كاملين كنعرفوا نديروها. صافي هنا كيف كتشوفوا الطريقه باش كنشكلهم، يعني راه كندير الحشوه غير الوسط، كنلوي عليها الجنيبات بزوج وكنزيد جنب من هكا وجنب، كنقلب المسمنه من الجهه الاخرى حيت ما غاديش نضوب العجينه. صافي حتى غادي نكملهم في هذه الاثناء. راه عندي المقيله ديالي كتسخن، يعني سخنات مزيان. غادي ندير نرش عليها شويه ديال الزيت وندير المسمنات ديالي يطيبوا. المسمنات راهم غير صغيورين كيف كتشوف، راه كنطيب بجوجات في المقله. صافي كنبقى نقلب فيهم كل مره على الجهات هكا وهكا حتى كيطيبوا ليا من الجهات بزوج وكيجيو منفوخين ويعني هشاش وزوينين. ونبغي نعتذر منكم على الصوت ديالي، ضربني شويه ديال البرد، ما بغيتش نزيد نتعطل عليكم اكثر من هكا. صافي كان هذا هو الشكل ديال المسمنات ديالنا. كنت وجدت معهم حتى يعني البطبوط الشيار. دابا غندوز باش نشوفوا معاك باش نشوف معاكم الرايب اللي كيجي زوين بزاف، يعني الرايب منزلي اللي عندي فيه 2 لتر ديال الحليب، عندي 2 ديال لي ساشي ديال الفاني، وعندي 2 ديال الياغورت اللي تيكون بنكهه ديال الفاني، يعني بالسكر بنكهه ديال الفاني، وعندي 2 المعالق ديال السكر سنيده. صراحه الرايب راه جا ناقص في الحلاوه، يعني الا بغيتوه يجيكم عادي تقدروا تضيفوا 3 المعالق. غادي نزيد ساشيه ديال الفاني على السنيده اللي عندي، ونضيفهم على الحليب اللي في الكاسرونه، وغادي نحطهم فوق النار حتى يوصل درجه ديال الغليان. بالنسبه للحليب يعني هنا درت اترو واترو لاروب، يعني 2 اترو لاروب اللي درت في الكاسرونه. غادي يغلي وخليت واحد ربع لتر هو اللي غادي نضيف ليه ساشي ديال الفاني والياغورت طبيعي. الياغورت ماشي طبيعي، ياغورت بالسكر يعني بالنكهه ديال الفاني. من الاحسن يكون هذا النوع حيت هذا النوع تيكون عاقد، فتيجينا الرايب ديالنا قابض في راسو. صافي غنزيد عليهم الحليب ونخلطهم مع بعضياتهم. بالنسبه للحليب اللي عندنا في الكاسرونه يعني قلت لكم حتى يوصل درجه الغليان، ولكن ملي غادي يغلى ما غاديش نضيفوا ليه مباشره الخليط الثاني، غادي نخليوه حتى يطفى. يعني غادي نبقاو نبردوا فيه مره حلا كنحركوه فيه حتى يولي يعني دافي، نقدروا نديروا فيه الصبع ديالنا. عاد من بعد نضيفوا ليه يعني الحليب اللي خلطنا مع دانو ونصفيوهم مجموعين. ضروري نصفيوهم حيت عندي الحليب هنا، عندي الحليب ديال يعني حليب طبيعي ديال البكر، الا كان فيه شي شوائب ولا شي حاجه باش يحيدوا. صافي من بعد غادي نخويوهم في القرعه، وغادي نديرهم في شي بلاصه اللي غادي يكونوا سخان. بصراحه انا لويتهم في واحد المينطه وخليتهم ليله كامله حتى الغد اللي في الصباح، وعاد غادي نديرهم في الثلاجه وحتى يعني حتى يبردوا والرايب ديالنا تيكون واجد. بالنسبه للطريقه ديال التقديم ديالو نقدروا نشربوه يعني عادي في الكويزات.
كيف ما نقدروا نزيدوا عليه الفواكه والمكسرات يعني بالنسبه للسحور ولا حتى بالنسبه للفطور، يعني راه كيجي زوين بزاف. دابا غادي ندوز باش غادي نوجد معكم الدجاج. التتبيله اللي غادي ندير للدجاج غادي نستعمل فيها نص علبه ديال الياغورت طبيعي، عندي معلقه كبيره ديال الخردل، عندي العصير ديال الحامض، صوص صوجا، عندي شي قبيصه ديال الملح، الابزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، القزبر يابس والتحميره، ودرت نص ضامه ديال الزعفران باش تعطيني واحد اللون اللي غادي يجي زوين، وحتى المذاق اكيد. صافي غادي نضيف عليهم جوج ديال الدروس ديال الثومه. انا حيت ما توفرتش عندي الثوم اللي كيكون مجفف. صافي غادي ناخذ الدجاج اللي عندي، غادي نتكو مزيان، يعني من بعد ما كان مغسول وناشف ليله كامله، غادي نتكو مزيان بالموس، وغادي ندخل فيه هاد التتبيله اللي درت، وغادي نخليه فواحد البواطه ليله كامله في الثلاجه حتى الغد لي ان شاء الله. عاد غادي نديرو في الفران. غادي نديرو في بابي الومنيوم اللي غادي يكون مفرش ليه من تحت، وفوق منه ورق ديال ورق ديال الفرن، وغادي نلويه مزيان. صافي وغادي ندخلو الفران حتى يطيب تماما. عاد من بعد غادي نعريه ونخليه يتحمر. صافي هنا بالنسبه للعجينه ديال البرجر، هاد الخبيزات المسمنات اللي كيجيو صغارين، يعني معمرين بالدجاج بالكروفات، جاو لذاذ بزاف. العجينه ديال البيتزا غادي نعمر البيتزا وغادي نخشيهم في الفران باش يدفاو ليا ويسخنوا ليا الخبيزات ديال البرجر، وغادي ندوزو باش نعمروهم. هنا كنت كنوجد في الكفته ديال اللي غادي نصوب بها البرجر، عندي الكفته ديال لادانت، ضفت القزبر ومعدنوس، شويه ديال الملح والابزار، العطريه ديال الكفته، وواحد المعلقه ديال لا شابلور، يعني هذه كتبقى اختياريه. صافي شكلت الكفيتات ديالي ودرتهم في الفريغو، يعني في المجمد، حتى الوقيته اللي قربت نعمر بهم عاد جبدتهم شحرتهم باش يبقاو شادين ليا يعني الفورمه. صافي كنعمر بهم البرجر ديالي. كتشوفوا كندير الصوص، هاد الصوص زوينه بزاف، يعني جامعه ما بين حاره وحلوه، كتجي لذيذه. صافي مع الخس والكفته، وكندير فوق منها واحد الكاري ديال الفرماج، كتجي لذيذه وكيجيو زوينين وكيتكالوا. دابا غادي نوجد معاكم يعني الحشوه اللي غادي نعمر بها البطيبيطات الصغار. درت بصيله مع الملح والابزار حتى تشحروا مع بعضياتهم، ضفت ليهم اللي بقى ليا من الكفته ديال البرجر، حتى حاجه ما تضيع، وزدت عليها طريفات ديال الدجاج اللي مقطعاهم صغيورين مع مع العطريه ديال الكفته، شويه ديال الزيتون الخضر مقطع طريفات صغار، والقزبر ومعدنوس. صافي واخر حاجه غنضيف ليهم هي الفرماج. صافي عمرت بها البطبيطات ديالي، وجدت كلشي وقاديتهم في الطبيصلات. هنا غادي ندوز باش غادي نغسل الخص اللي غادي نقاد به، يعني البلاطو اللي غادي نحط فيه الدجاج. الخص غسلته بالماء والخل، يعني الخل الابيض، وخليته مرقاد مع واحد شويه، وعاود شللته. صافي غادي نشفه. من بعد ما نشف ليا الخص غادي نحطه في الطبيصيل. كنحاول ناخذ هذوك اللي كيكونوا يعني كبارين واللون ديالهم خضر. صافي هنا خديت واحد الكاغيط وبديت كنعاود نمسحهم من الفوق باش ملي نحط عليهم الخضره اللي عندي ما يطلقش لي الماء. صافي هنا الخضره اللي كنت سلقتها من قبل وشحرتها ويعني وقاديتها، كانت عندي موجوده من قبل، خيزو، اللوبيا، الباربه، قطعت شويه ديال الخيار والفليفله اللي كنت شويتها وشحرتها حتى هي مع زبيته بلديه، الملح والابزار، شويه ديال الكمون. صافي وبطاطا كنت قطعتها حتى هي وسلقتها غير نص سلقه ودخلتها الفران مع الدجاج، شربات لي لاصوص ديال الدجاج حتى هي جات رائعه. هنا البنات راه بالنسبه للترتيب ديال الفيديو راه ما غاديش كيف كنت غاديه يعني في الخدمه ديالي. هنا كنبغي نجمع لكم لقطات باش ملي تشوفوا شي حاجه تشوفوا كل شيء يعني مجموع، تعرفوا كل حاجه وديالها. بحال مثلا راني كنت وجدت الحشوات وقديت كل شيء على قبل، وحتى قرب يعني الوقت ديال الفطور عاد غادي نسخن هذاك الشيء وعمرتهم وعاودت دخلتهم الفران اللي كان يعني مازال سخون حتى اذن المغرب.
صافي هنا كنت وجدت الطبيلات على تيساع مع الربعة بحال هكا. كنت صافي وجدت الطبيلات وقاديتهم باش ما ننسى حتى شي حاجه. انا عندي الطبيسيل ديال الشباكيه والبريوات وبوشنيخه صفوف. قديت الطبيله، حطيت التمر، يعني كاع داكشي اللي غادي نحتاجو ليه كنت وجدته من قبل. صافي هاد الطبيله كنت حطيت فيها يعني الخبز، والطويجين كنت درت فيه الكفته ديال لادانت. صافي هنا كان كلشي موجود. ما بقى والو يعني ويدخلوا الضياف. فدرت شويه ديال البخور باش تخرج هذيك الريحه ديال الطياب من الدار ما تبقاش. صافي غادي نحطها على جنب. هنا لاله ريناد قالت لك حتى هي بغات تبخر. وهذا تسلل ديال ريناد. صافي دابا من بعد ما كنت وجدت يعني الطباسيل ديال الشلاضه بقالت لي غير الدجاج. هو الاخر كيف شفتوا هنا هو اللي قلت لكم درت معاه بطاطا. شربات لاصوص ديال الدجاج وجات زوينه وجات فواحد القرميشه لذيذه بزاف. صافي غادي نحط الدجاج وغادي نحط في الجناب ديالو البطاطا اللي درت معاه كاخر حاجه. ودرت لدانت فيما من الفوق. وكاخر حاجه هي التحليه. وهنا غادي نكون وصلت لنهايه ديال الفيديو ديالي. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم.